الواقع اللي كنشوفوا كاين مفارقات كبيره، لا اساس ما عندها حتى علاقه بالواقع. فإلا جينا ناخذ الاقليم كاقليم كامل، هو اقليم قروي ونسبه الوعي ديالو قليله، واحد 30%. ما تبقي الناس كتلقاهم اميين وما عارفين فين يمشيو وما عارفين يديروا. كما ذكرت التغطيه الصحيه والتعقيدات ديالها، كارتيو الاجراءات كيفاش كتوخذ باش الناس يتعالجوا. كنجيو ناخذوا المستشفى ديال سكيرج اللي هو فيه 4 ديال الدائرات، ربما ما يقارب او ما يفوق 300 ألف نسمه، اللي هي مجبره كلها خصها تجي الاقليم الكونيطير. كتمشي لتما، هذا كان شبه غائب مغيب كاع تماما. ذكرتو المركز ديال الولاده الفلاله ميمونه، هذاك مغيب تماما، ما كيقومش بالدور ديالو، ما فيش الاطور. كتمشي سوق الاربع ما كاين والو، لا تجهيزات لا اطور في المستوى. تيجي كيصيفطك لهنا الطامه الكبرى عاوتاني في الاستقبال. مؤخرا وانتم عارفين بان الساده الاعضاء غادي يوافقوني في هذا الراي هذا، بالنسبه للمستشار اللي كيكون في الباديه راه كيكون خصو يكون بوليفالو. الناس الباديه ما كيعرفوش الصلاحيات ديالو. تعرفوا المستشار خصو يخدم معاه في اي حاجه، في الطبيب، في المحكمه، في الاداره، في ما خدمش معاه كيقول له ما درتي معايا والو. السيد المدير الا شتينا كنتواصلوا معاك كنعيطوا لك في التليفون، راك كونوا محرجين باش كنعيطوا لك واسمح لينا. كنتمناو انك يعني تقبل الفكره علاش كنعيطوا لك. مؤخرا هذه حاله من ضمن الحالات اللي هي كثيره. سيد عنده مرض اللي هو من الامراض الخبيثه، صيفطوا الرباط حالوه رجعوه للقنيطره على اساس باش يكون عنده الانعاش في القنيطره. الناس ديال القنيطره اش غيديروا؟ ما كايناش الطبيبه، تسنى تجي في البلوك، الطبيبه راه في الكلينيك. الناس واش خدام في القطاع العام ولا خدام في الكلينيك؟ راه نهار اللي دخلنا الصحه، الدوله ديالنا نهار اللي دخلت الصحه فيها الكالكيل ولات فيها هاجس الربح، مشى كلشي كيغيب. من كيولي فيها الكالكيل كيولي الطمع، والطمع كيولي الجشع، ومن بعد كيولي الضمير المهني ما كيبقاش. والضحيه هما المواطنين كيتعذبوا، سيرتو هذوك الناس اللي عندهم الفقر وما واعيينش. كنلقاو الاقليم دابا كتلقاهم بوليفا، الناس البليبار ديالهم كيخدموا في القطاع الفلاحي الخاص، موسميين، تيخدموا بواحد المبلغ اللي هو السماد جهيد، نهار يخدم نهار ما يخدمش. هو مضطر باش يجي يقلب على باش يجي يمشي لسوق الاربعه، وسوق الاربعه يحيلوه على القنيطره، والقنيطره خصو فين يبات وتسنى الطبيب ومابقاش. الكارثه هي اللي جا في الوكاله، ما بقى تما ثلاث تيموت. السيد هذا كنت اتصلت بالناس ديال الوزاره وحالوني على المفتشيه العامه ديال الصحه عاد باش استقبلوا ذاك السيد، داروا معاه واحد ساعتين ولا 3 ساعات ولا رجعوه مشى لدارو تمات. تدفن دابا في الاسبوع الفارغ. هذا علاش؟ لان حنا ما عندناش ضمير مهني وما عندناش اخلاق مهنيه اللي حنا كنا ماشي غير كنا راه كنطلبوا الله عز وجل يوفقنا. الكاتب العام الا كانوا هاد الاتهامات ما كاينش الناس اللي باغيين يخدموا. انا اول اجتماع كنسمع فيه هاد الاتهامات، وإلا سمحتي لي نقدر نعيط على الاطباء يجيو يجلسوا يسمعوا هاد الاتهامات، لانه انا كنمثل موظفين ديال وزاره الصحه. نقبل اي نقاش معك، ما كاين حتى شي مشكل، اي نقاش نقدر نقول لك انا كاين مشاكل كثر، ولكن غير الاتهامات ديال هذه ما باغاش تخدم، كتخلي السيد يموت في الكلينيك، ما كاينش ضمير مهني. كمندوب وزاره الصحه كنوب على الموظفين ديال وزاره الصحه على صعيد ما نقدرش نسمع هذه الاتهامات ونسكت. هذو اتهامات خطيره. كنتهم حتى انا راه شارك معكم، حنا كلنا ما كنتحملوا المسؤوليه، ما كنتهمكش انت بوحدك. هذا كنقول لك راه النهار خرج من القطار خرج عوج. المنظومه عندنا في البلاد خصها تقادم. المنظومه الصحيه ما كنهضرش عليك انت السيد المدير، انا كنهضر عليكم بشكل عام. المستوصفات تلقى اي مستوصفات كاين فين هي التجهيزات وفين هي الاطر المستلزمات ديالها. بالنسبه للاخ اللي عندنا المداخله اللي عندي فيما يخص النقطه الاخيره ديال التغطيه الصحيه، تلقاو دابا الناس بلي الاشكال اللي فيها كبير السيد المدير المحترم.
هو كاين المشكله ديال الوعي. السيد من غادي يجي، حنا كنا نتمناو ان الحكومه ديالنا السيد يجي يمد البطاقه الهويه ديالو يدخل يتعالج، مابقاش تقلبوا على بريزون شارج. هو ما عرفتش شنو هي بريزون شارج، تقول له سير قلب على بريزون شارج وتعلمك ولا ما عندكش. بالبطاقه الهويه ديالو خصو يمشي يتعالج، وتكون العلاقه مباشره ما بين الدوله وهذا الكلينيك او الطبيب اللي غادي يدير له بريزون شارج، هو اللي غادي يتواصل واش هذا السيد غادي يتعالج، خصو يدخل واش عنده ولا ما عندوش. السيد خصو يدخل يتعالج، هو مريض، راه الصحه هذه تيجي هو كيتسنى وخصو حتى تكون عندك بريزون شارج، ولا ما كانش عندك سير صايب، هو مريض. كاين اللي كيدير هذاك العلاج ديال الشيمي خصو الوقت، وهذاك الوقت ما هو عنده وقت من الذهب خصو يعتق راسو، كنجبرو السيد توفى. والحالات الوفيات ديال هاد الامراض هذه راه كثيره. وشكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد كاتب العام، اعتذر على هذا التدخل ديالي لانه طبعا ديالي في كاين اداب مناقشه، كنحترم جميع الاعضاء اللي حاضرين هنايا، وما يمكن لي نقلل الحياه حتى شي واحد، وانما انا الحضور ديالي في هذا الاجتماع ما كيمثلش الدكتور عبد المجيد قطاع الصحه، يعني كاينين موظفين ديريكتومون، كاينين الناس الله يعمرها دار، وكاينين الناس اللي الا داروا شي خطا كيتحملوا مسؤوليتهم، وكاينين قوانين. بالنسبه نبدا باخر الاسئله اللي نسينا غادي ننساها. المستشفى الادريسي اللي كان غادي يبقى، هذا المستشفى غادي يدوز هنايا لهنايا. عندنا مستشفى اقليمي هو المستشفى الادريسي. اما المساله ديال الاسم، جو كخوا كو رئيس هذا السؤال تطرح على السيد الوزير والجواب ديالو كان في قبه البرلمان، دونك ماشي مندوبيه اللي سماتو المستشفى الزموري. بالنسبه لاول سؤال تطرح المركز الصحي ديال سيدي علاء التازي ديال لي جي ام بي والاتفاقيه اللي تسينات مع الجماعه، ماشي ما عرفتش علاش بقات الخطرات ملي كنبغيو نوصفوا واحد الاشكاليه كنعطيوها واحد الصوره كحله. لي زانفيرميي ديال الجماعه ما كيديروش والو، جالسين ما كيديروا والو، كيشوفوا غير في التليفون خدامين، لدرجه ان وحده كسبيها الطبيب ما بغاتش تخدم راه غادوز في الكونسيل ديسيبلين في الجامعه. اشنو الاشكال اللي واقع هو انه دابا اليو ان بي خدامه، هي اليو ان بي كيخصو يكون فيها الطبيب يدير لاكارت. عطينا لسيدي علاء التازي جميع الفاصون، ما كايناش سيدي علاء التازي، كاينه سيدي علاء التازي وكاينه في مولاي بوسلهاب وكاينه في لاله ميمونه. فين ما كيتافيكتا تما شي طبيب من هاد الطلبه اللي كيتخرجوا جداد، نقدر نقول لك انه دابا في سيدي علاء التازي جوج الراس حنا كنافيكتيو 4 ديال الاطباء كيلتحق واحد ولا جوج اخرين كيابوندونيو. دابا اكطوالمون لحقنا 3 ديال الاطباء، لوجيكمون كان يكون عندنا دابا 6، 3 ابوندونو 3 باقيين. وحده ولات بقاو جوج. هي في القانون ما يمكنش نديروا لاكارد الا ما كانوش 4 باش يديروا لنا 12 ساعه 36 ساعه، هذا هو القانون.